صباح الفل. ترامب النهارده صحي من النوم قال لنا ايه يا مصر انتي والاردن ما تاخدي الفلسطينيين عندك. هو كل واحد يخش في حالة حرب البلد اللي محطوط عليها يقول لك خدوهم يا مصر. السودان دخلت عندنا قلنا ماشي، ليبيا دخلت عندنا قلنا ماشي، يعني عشان احنا شعب كريم ومضياف يعني. فايه الكلام بقى؟ ايه الكلام يا ترامب بقى والنبي؟ قفلت حدودك انت مع المكسيك عشان انت مش عايز اي حد يجيلك من المكسيك، فبتطلب من الشعب المصري ياخد عنده الفلسطينيين. هنعمل بيهم ايه والنبي؟ ها ها عشان ايه بقى؟ لا، احنا كلنا هنتكاتف مع سياده الرئيس، لان احنا عندنا رئيس يعني بسم الله ما شاء الله على التمام، فهنتكاتف معاه وهنقول لا، تحديدا شعب فلسطين ما ينفعش يخش مصر ويعيش عشان ما تنتهيش قضيته وما يبقاش في دولة اسمها فلسطين. احنا هنتكاتف طبعا، لان الرئيس ادى اقتراحات قبل كده وقال ما توديهم صحراء الثقب، بقى في صحراء اسمها كده، وعيش حياتك وعمر لهم واديهم وظبط لهم حياتهم. احنا مش ناقصين، احنا عايزين نشد حيلنا شوية ونعمل زي الدول اللي بتعمل لمصلحتها. فاحنا كلنا مع سيادة الرئيس، وكلنا مش عايزين شعب فلسطين، مش عشان احنا كارهينهم ولا حاجة، لا احنا مش مستحملين وعشان قضيتهم ما تنتهيش بالشكل ده. فيا ابو حنان خليك في بلدك، وعشان مش عشان مصلحة بلدك انت تبهدل البلاد اللي حواليك. لا، احنا كلنا بنتكاتف والشعب الفلسطيني، وبنطلب كمان نقفل حدودنا بقى علشان ما حدش يخش لنا، لان في شوية برضو تسللوا ودخلوا وعملوا من بنها وقعدوا ماشي. عايزين نظبط الكلام بقى ونقف مع سيادة الرئيس، كلنا ضد اي حد، كلنا مع بعض ضد اي حد. فالفلسطينيين مش هيجوا يعيش عندنا ابدا في جمهورية مصر العربية. ماشي يا ترامب؟ صباح الفل يا ابو حنان، سلام.